أقصى جنوب المغرب على سواحل المحيط الأطلسي كيتبنى واحد من أكبر المشاريع الاقتصادية في تاريخ المغرب، ميناء الداخلة الأطلسي. مشروع يتعدى كونه مجرد ميناء، هو نقطة تحول في خارطة القوى الاقتصادية في غرب إفريقيا بين الطموح المغربي والمنافسة الجزائرية والصراع الدولي على النفوذ في القارة. وهذا الشيء كامل كيطرح سؤالين كبيرين: هل يتحول هذا المشروع إلى بوابة إفريقية حقيقية أم إلى ساحة جديدة في حرب النفوذ بين القوى الإقليمية والعالمية؟ هذا الشيء كامل هو اللي غنشوفه في هذا الفيديو. داكشي علاش تبع الفيديو من الاول حتى الاخر باش تفهم كلشي على هذا الميناء. وإذا كانت الواجهة المتوسطية تعد صلة وصل بين المغرب وأوروبا، فإن الواجهة الأطلسية هي بوابة المغرب نحو إفريقيا ونافذة انفتاحه على الفضاء الأمريكي. في عام 2021 بالضبط، في خطاب الملك محمد السادس في الذكرى 45 المسيرة الخضراء، تم الإعلان عن مشروع ماشي بحال كاع المشاريع، مشروع فيه ريحة الحكمة والحنكة والذكاء والتخطيط للمدى البعيد، بالتكلفة كتقدر 12 مليار ديال الدرهم. وهذا المشروع هذا غيتنجز على بعد 40 كيلومتر شمال مدينة الداخلة، بالضبط في منطقة العرقوب. وكيتضمن هذا المشروع هذا ميناء تجاري لاستقبال الحاويات والسفن الكبرى، وميناء خاص بالصيد البحري، ومنشآت صيانة ومرافق لوجستي، ومناطق صناعية موازية، وربط مباشر بالطريق اللي كيربط ما بين تزنية العيون والداخلة. والحكومة المغربية كتعتبر هذا المشروع مشروعا مهيكلا، وغيدعم التنمية بالأقاليم الجنوبية، وغيخلق الآلاف ديال فرص الشغل، وغيجلب الاستثمارات الهائلة للأقاليم الجنوبية. أما بالنسبة للأبعاد الجيوسياسية، فهذا الميناء ما عندوش بعد اقتصادي فقط، بل كيتعداه وعنده بعد جيوسياسي كذلك. فالمغرب بهذا المشروع كيرسل إشارات قوية أنه يريد أن يتحول إلى بوابة رئيسية نحو إفريقيا جنوب الصحراء. وهذا الشيء هو اللي كتبين الخريطة المغربية. في الشمال كاين ميناء طنجة المتوسط، أكبر ميناء في إفريقيا وثاني أكبر ميناء في البحر الأبيض المتوسط. وفي الجنوب الداخلة الرابط الأطلسي نحو موريتانيا والسنغال وغرب إفريقيا كذلك. هذا التموقع المغربي كيخلي بزاف ديال الدول بالانعاش، منها دول الجزائر وفرنسا وإسبانيا كذلك. فالجزائر خايفة على مشروع انبوب الغاز بينها وبين نيجيريا، وكذلك خايفة من المغرب أنه يعزلها في شمال إفريقيا بوحدها. وإسبانيا كذلك اللي كتقول أن نجاح المغرب في إفريقيا هو هزيمة له هو وفرنسا كذلك. وما ننساوش بعض دول الساحل كذلك اللي كتشوف أن المغرب توسع استراتيجيا في القاره الافريقيه. فالمغرب مؤخرا ما بقاش كيتحرك بوحده، بل مدعوم بقوه من شركائه الاوروبيين، خصوصا فرنسا واسبانيا اللي كيشوفوا فيه شريكا موثوقا لتامين الطرق التجاريه ومكافحه الهجره الغير النظاميه. وهذا الشيء كامل ما عمر كتلقى شي مشروع ناجح وما يكونوش عنده التحديات والرهانات. ومن ابرز التحديات هي التوترات الاقليميه، خاصه مع الجزائر اللي كتشوف في المشروع تهديدا لنفوذ ديالها. وكذلك في الميزانيه المرصوده لهذا المشروع هذا، هل 12 مليار ديال الدرهم غتكفي هذا المشروع هذا؟ واش غيدفع بعض الدول الاخرى باش انها تستثمر في هذا المشروع هذا؟ فالربط مع افريقيا جنوب الصحراء، الاستقرار الامني والسياسي في دول الجوار كيتطلب استقرارا طويل المدى في منطقه تعاني من انقلابات متكرره ونشاط الجماعات المسلحه مثل البوليزاريو والازاوات كذلك. لكن في المقابل كاينه فرصه ضخمه: تكامل تجاري مع موريتانيا والسنغال، تدفق الاستثمارات الصناعيه واللوجستيه، وتحويل الصحراء المغربيه الى مركز بجذب عالمي. وهنا يظهر ذكاء التحرك المغربي، فهو لا يعتمد فقط على القوى بل على البنيه التحتيه والرؤيه الاقتصاديه والهدوء الدبلوماسي. ما بالنسبه للرؤيه المستقبليه لهذا المشروع، الى نجح المشروع غادي يخلق محورا اقتصاديا من نوع جديد، طنجة والداخله وافريقيا كامل. وهذا الشيء كيعني ان المغرب غيتحول من مجرد نقطه عبور الى فاعل اقتصادي مؤثر في المنطقه، وغيمتلك القدره على تصدير البضائع والخدمات من اوروبا الى افريقيا، والعكس من دول الساحل الى اوروبا وامريكا عبر ميناء الداخله وبشروط مغربيه كذلك. وهذا الشيء اللي كيقلق بعض القوى الكبرى اللي كانت كتحتكر التبادل مع افريقيا عبر موانئ تقليديه مثل دوله الجزائر وجنوب افريقيا. لكن رغم كل هذه التحديات، فميناء الداخلة ليس مجرد ميناء، بل مشروع لدولة تطمح أن تكتب لها الكلمة في مستقبل القارة الإفريقية. ولكن السؤال المطروح: فهل سينجح المغرب في رهانه؟ وهل سيتحول بالفعل إلى البوابة الاقتصادية الكبرى لإفريقيا؟ أم أن التحديات الجيوسياسية اللي كاينة في المنطقة ستكون أكبر من الطموح؟ وما تنساش انت أنك تشاركنا الرأي ديالك في التعليقات على ميناء الداخلة، واشترك المزيد من الوثائقيات السياسية الهادفة.